رجل طلبته امرأة ذات منصب، رجل له شهوته ولطلبته امرأة ولها منصب ولها جمال، وظروف القصة كلها مهيئة للفساد بمنصبها. رجل ما يربح حاجة واحدة، يربح أمور كثيرة. راح يربح المعرفة تاع المنصب، راح تولي عنده علاقة حميمية مع ذات منصب، ويولي يعيش في الدنيا لا بأس عليه. ولكن هذا الإنسان ماذا فعل؟ قال إني أخاف الله. وخليني نترجم لك وش معناتها إني أخاف الله. إني أخاف الله هي كلمة الوفاء لله، كلمة الوفاء لله التي قالها يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فقال كلا إنه ربي أحسن مثواي. وهذه ما نسميه نحن بقاعدة المعاملة والمقابلة بين المعصية والنعم. قابل بين المعصية والنعمة تاع ربي. كي تجي تعصي الله اسأل نفسك بماذا ستعصي الله؟ وشن هو الماتريال اللي تعصي به ربي؟ وشن هو؟ هي نعم الله. إذا راح تعصي بعينك، العين نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. إذا راح تعصي بيدك، اليد نعمة. برجلك، كل حاجة موجودة فيك راح تعصي بها ربي. مالك وأولادك وجاهك ولسانك، كل حاجة راهي عبارة عن نعمة تاع ربي راح تعصي بها ربي. حدث نفسك بهذا الحديث عندما تريد أن تعصي الله عز وجل، ستتوقف بإذن الله. وهذا هو المعنى الذي كان يرمي إليه يوسف عليه السلام، والذي لا يبينه كثير من الناس، ونقف عند ظاهر الكلام فقط. يوسف عليه السلام قال كلا إنه ربي، وربي هنا ترجع على الله عز وجل، وترجع كذلك على سيده. أحسن مثواي ينطبق عليهما والله ذو الفضل العظيم. يعني يا ربي جابني من البير ورفدني وحطني ودارني في قصر وعيشني وكذا، مع الآخر هكذا نخلصوا. هذه هي هكذا نحط ربي عز وجل. قال كلا إنه ربي أحسن مثواي. الوفاء لله تبارك وتعالى سيطفئ الشهوات، وسيأخذ بزمام النفس إلى طريق الله تبارك وتعالى المستقيم. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم. أقول هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.